كان يا مكان، حتى كان الله في كل مكان. كان الأعمى يخيط الكتان، وكان الأعرج ينقص الحيطان، وكانت العرسة توكل القبيلة وتزيد الجيران. ايوا صليوا على النبي الكريم عليه أزكى الصلاة والسلام. واجيو نبداو الحكاية. قال لك يا سيادي، هادو جوج خوت، الحاج دحمان والحاج عزوز، كانوا ولاد الخير وسمعتهم تبارك الله سابقاهم. كل الناس الدوار كيقولوا غير الزينة والمزيانة فيهم. الحاج دحمان كانوا عنده 7 الولاد، كان يخرج هو وياهم يسافروا ويجولوا البلدان ويجيبوا التواب، الكتان والحرير والسلعة النادرة، ويعاودوا فيها البيع في بلادهم. وأمور الحاج دحمان كانت غادية على أحسن ما يرام، الرزق مدفق والحوانت عامرة، وكل خير موجود في دارو. أما الحاج عزوز كانوا عنده 7 بنات، توفات أمهم وبقاو حمل على كتاف باهم بوحدو. كان كيبغيهم بزاف ويخاف عليهم بزاف، الشي اللي ما كانش كيخليه يقدر يسافر كيف التجار الاخرين. لما غادي يخلي بنياتو واش يخليهم بوحدهم؟ ما يقدش، حيت السفر كان كيطول بزاف وما يرجع لبلادو حتى يفوت كتر من العام. تجارته تراجعات والحركة ماتت في حوانتو، وبدا ياكل في الربح وراس المال، وقوت يومو كان كيجيبو غير بالزز، فما لقى حل غير يخدم عند خوه، يهز ويحط في الشكاير وينقل الصنادق من هنا وليه. ومن يغيب خوه وولادو يرد البال الحوانت. ومشات الايام على هاد الحوال. الحاج عزوز عايش على قدو، ما يجوع ما يشبع، مستور بين الناس القبيلة، اللي يشوفه من برا يقول باقي كيف كان وما ناقصه حتى خير. وكيف كيقول المثل، جوعي في كرشي وعنايتي في راسي. الحاج عزوز ما كان يرضى بحد إلا بخوه، من كتصير عنده القضية بزاف كان كيطلب منه. والحاج دحمان الحق يتقال، حتى هو ما كانش كيشد على خوه وكان كيعطيه، لكن كان كيعطيه مع الدراهم حتى الكلام المسموم اللي كينخر القلب ويرشي العظام ويشيب الراس. كان يقول له واه، وحتى هما 7 يا خويا، جاب ما وكلهم وكساهم. كان الحاج عزوز في الأول يجاوب، أما من بعد بدا يتصنت ويلزم السكات. كان يقول له رزقهم على الله، اللي خلقهم ما يضيعهم. وها حتى انت تبارك الله عندك 7 ولاد. الحاج دحمان كان ينفش ريشو وينفخ صدره ويقول له ولا واه، لا واه ولد بويا وما، انا عندي 7 فرحات، الرجال في كتافي يعاونوني على الزمان، ووقت الشدة نلقاهم ساندين ظهري. اما انت عندك 7 قرحات، غير السريط والمريض وشي ما يشيط، ما يرحمو ما يخليو رحمة ربي تنزل. كان الحاج عزوز يبدا يبدل في الهضرة ويدفع في صنادق السلعة بحال مشغول، باش يدور وجهه وما يشوفش خوه دموع القهرة فايضة على وجهه. ومي كان يرجع لدويرته عند بناته كان يرسم الضحك على وجهه، باش ما ينكدش يومهم ويخليهم يحسوا بالغبينة. لكن معيور خوه ليه ببناته ما كانش يفارق ودنيه، وبغى ولا كره الهم والحزن كان يطغى على وجهه، والماكلة ما تبغي تدوزلو. بنته الصغيرة مريشة هي أقرب وحدة ليه، كانت حاسة به، تسنات حتى خواتاتها نعسو وراحت عند باها اللي لقاتو ساهي يتأمل في نجوم السما وهو جالس في رحبة الدار. قالت له مالك أبا، حالك ما عجبنيش. تبسم وقال لها والو والو بنيتي، غير توحشت المرحومة. قالت له هذا ماشي وحش امي يابا، انا حافظاك، غير خوي قلبك عليا وعاود لي اش معكر مزاجك. الحاج عزوز بقى عامل راسو بحال ساهي في النجوم. مريشة ديك الساعة قالت له
هذا ما يكون غير عمي زاد فيه بحشيان الهضرة وضرب المعاني. إذا ما مرتاحش معاه ما تبقاش خدام معاه، ومريضنا ما عنده باس. اللهم الجوع ولا دغمة الدل. دمعت عينين البو وكان جوابه هو سكات. لكن مريشة بدأت تحك على الدبرة حتى فرقعت الدمالة، وخلات باها يخوي المزيودة كلها ويشكي لها من خوه عمها ومن لسانه الجارح. نهدت البنت وطبطبت على كتاف باها وقالت له هادشي كله ابويا متحملو على قبلنا. وساكت. وكملت كلامها وقالت له ها عار سيدي ربي يا با، امي العزيزة عليك الله يرحمها، لا ما طاوعني وسعفني غير هاد المرة، لا ما علمت عمي درس اللي عمره ما ينساه، ما نكونش انا هي بنتك، بنت الحاج عزوز ومن لا يعرفه. باها حرك راسو وزاد في سكاتو، لكن البنت حلفت لا تفكات، بقات تطلب وتحلل فيه باش يسمع لها ويعمل بريها واخا غير هاد المرة. الحاج عزوز كان يسمعها وما يرد لغاها، ومن كترت عليه بزاف قال لها اش تحت راسك وعلاش ناوية بنت عزوز؟ قالت له باغية ناخد حقي وحق خواتاتي وحقك حتى انت منه. الحاج عزوز ضحك ضحكة باهتة وقال لها ربي هو اللي غادي يخلصنا كاملين بنيتي، اش خصنا فيه، خليه منه لمولاه. البنت زاد العناد ركب راسها وقالت له وعلاش الحق با، اللي خلقنا وخلق ولادو هو مولانا، لا هما خير منا ولا حنا خير منهم، إلا إذا كنت يا با حتى انت موافقو ومستعر منا. وبقات كلمة من هنا وكلمة من لهيه حتى نفخت له الراس وطيحاته في المصيدة وسايرها فريها. وبعد مدة قرر الحاج دحمان يرسل ولده الكبير الهادي لبلاد بعيدة مشهورة بالبخور والعطور اللي ما موجوداش في بلادهم، واللي عليها طلب كبير وإقبال كتير. الهادي كان سبق له مشى مع باه ليها هادي مدة وزمان، عليها الحاج دحمان بغى يرسلو وحدو هاد المرة حيت غادي يكون عاقل على طريقها. ومن سمع بو البنات بخبر سفر الهادي قال لخوه الحاج حتى أنا كنت ناوي نصيفط بنتي الصغيرة تجيب شوية من سلعة ديك البلاد لرمضان والعيد الجاي، الله تدور الحركة حتى أنا في حوانتي. التاجر دحمان بقى حال فمو مبهوط فخوه بحال ما متيقش اش سمع، وقال له واش قلتي شي حاجة؟ قال له قلت لك بغيت اخويا بنتي مريشة تمشي مع ولدك الهادي لديك البلاد تجيب شي سلعة اللي ندور بها الناعورة، راه حوالي مقتولة وراك عارف البير وغطاه. الحاج دحمان وهو معصب قال له واش كتضحك عليا؟ كيفاش تلصق بنتك في ولدي؟ بارك عليه غير مشقة السفر، باغي تزيدو تمارد العقوبات بنتك يبقى وحل معاها يعلم ويقري فيها ويهز ويحط بسبابها. واش ولدي غادي يتلها بخدمته وشغاله ولا بهاد بنتك؟ وزايدون اش عرف بنتك في شي تجارة ولا قد القب قد السطل؟ وبقى يهز ويخبط في اللي لقى حداه وهو معلي زنافرو للسما، عمل ودن ميكا وكتم غيطو وضرب الطم. وفي الأخير ما مشى غير كلام البنية وشدت الطريق مع ولد عمها، هو راكب عود دهم وهزات وماه معاه وجيبو عامر دراهم، وهي مسكينة عطاها باه الدرهمات اللي كان يكسب ومخبيهم لدواير الزمان. بالحق مريشة عمرت الشواري منى تدور في الدار وتبقشش فركانيها حتى جمعت منى معتبرة للطريق، اش منك يا تمر وخبز وعسل وتين، وعمرت قربتها بالماء وحطتهم فوق الحمارة وتوكلت على الله وشدوا الطريق بجوجهم، هو القدام فوق عودو وهي تابعاه، العود مرة يجري مرة يمشي، والحمارة الشارفة خطاويها تقال وكتمشى غير بالمهل، ومريشة مرة تركب ومرة تمشى على رجليها. وولد عمها مين يحس براسو فاتها بزاف مرة يجلس يتسناها
ومرة يرجع وهو كيغوت ويلعن النهار الكحل اللي جمعهم في طريق وحدة. مريشة كانت دايرة راسها طرشة وسمكة، منين يحرق عليهم الجوع كانوا يجلسوا تحت ظل الشجر، وكل واحد فيهم ياخد من مونتو. مريشة تجبد الحد في القد وتشرب رشفة ماء وتعطي الحمارة رشفة وتخبي القربة. أما ولد عمها كان يجبد المونة كلها، وكل ما وجدت أمه من ماكلة وحلوى وياكل من هنا ومن هنا ومن هنا، ويشرب من المعلى كيف كيفه، ويزيد يغسل به يديه وجهه. ويالله فاتت 3 أيام دا الطريق حتى كان الهادي صادف مونتومه، وبدا الجوع يقرد في مصارنو. مريشة كتشوف كل شي على عينيها وقارمة وبالة على لسانها. صبر حتى صبر ولد العم وقال لها: غلبني الجوع بنت عمي، تعطيني ناكل معاك؟ قالت له: انت ولد عمي وكتعرفني مزيان، ماشي انا اللي نشد عليك الزاد، لكن حنا دابا شادين طريق طويلة، وهاد المنى لازم تكفيني حتى نوصل للأرض المقصودة. ودارت راسها بحال كتخمم، وشوية وهي تقول له: الجوع كافرة ولد عمي، انا موافقة نقسم معاك زادي، لكن بشرط تعطيني هاديك السرة الدراهم اللي عندك. الهادي غنزرف مريشة بحال باغي خلعها، هي عاد ما زادت عن التات وخرجت عينيها حتى هي فيه. وكيف قالت في الأول: الجوع كافر ويسبق كل خصام. الكرش هي الأولى مدلها السرة بلا زيادة في الهضرة، وحتى هي مدت له نص زادها وعينيها في الأرض. الهادي طاح ياكل في التمر ويلحس في العسل حتى شحف وعطش وماه سالة وقربتو خاوية. قال لها: مريشة مريشة، اعطيني جغيمة الماء، غادي نموت بالعطش. قالت له هي كتنش بيديها: اش غادي نقول لك ولد عمي، الماء ما يتشدش، لكن هذا صفر وماشي نزاهة، اش بالك نعطيك قربة الماء كاملة وتعطيني العود الدهم وتاخد انت الحمارة؟ تعجب وبدا يقمقم، لكن ريقو ناشف ولسانو لاصق وما عنده جهد للهضرة الزايدة. عطاها العود وركب فوق الحمارة، وبعد ما شربوا برد جنونو شدوا الطريق تاني. مريشة القدام راكبة على العود والهادي وراها على الحمارة الشارفة، مرة جرها ومرة جراه، وياموت صعب على الكافر، وكل ما بغى حاجة من بنت عمو ياخدها بحاجة، حتى خدات حتى الحوايج الجداد اللي على ظهره. وبقاو على ديك الحال حتى وصلتهم طريقهم الجوج طرقان، طريق على اليمين خضرة لكن ظلمة، وطريق على الشمال يابسة لكن ضاوية. هي فكرت شوية وشدت اليمين، وهو خلاها وشد الشمال. عيط تعيط عليه لكن ما تلفتش لجهتها وكمل طريقه. وهكذا تفارقوا وكل واحد فيهم شد طريقه. الهادي فنيان وكيقلب على السهلة، اختار الطريق الضاوية، وهي اختارت الخضرة وخا مظلمة. الهادي بقى ماشي 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 حتى صفى لواحد السوق في قبيلة صغيرة ونائية، وأول حانوت تلاقاه كان جالس فيه واحد الراجل كبير في العمر كيبيع الشفنج. الهادي كرشو بدا تقرقر وريوقو سالو، وقال مول المحل: السلام عليكم عمي، تعطيني 2 شفنجات ونعطيك هاد الحمارة حاشاك؟ الراجل بلا ما يدور الكلام في راسو مدلو 2 شفنجات سخان كيشوطو، كلاهم وقال له عاوتاني: والله حتى بنين عندك هاد الشفنج عمي الحاج، اش بالك تزيدني 2 ونجلس نعاونك في المحل ونخدم معاك؟ السيد شاف فيه ودوز يدو على لحيته وقال له: وعليه مرحبا. وزادو 2 شفنجات سكت بيهم جوعو، وولا يخدم معاه الصباح سفناج، وفي العشية ما بين الفلاحة والكوري، والمقابل سكنوا معاه في دارو في واحد العشة حدا الكوري، واكل شارب ومغطي من حر وبرد الخلا. أما مريشة بقات شادة العود لدهم وتقود فيه وهي غادا وتلمس الطريق غير بالمهل، حتى فاتت الغابة الكتيفة الدامسة، وركبت فوق العود
وشدت الطريق من تاني حتى وصلت لواحد البلاد كبيرة. وهي كدور في دروبها وسواقها صفات القصر سلطان البلاد. لقات الناس شادين الصف قدام القصر. سولت وتقصت من الحاضرين اش واقع واشنو اللي مخليهم شادين الصف هاد الحر. قالوا لها باللي الوزير ديالهم توفى والسلطان كيقلب على اللي خلفو، واللي جاوب على حجايته هو اللي غادي يفوز بالمنصب وغادي يولي دراعو اليمن. غير سمعت لغاهم شدت الصف معاهم. كل مرة يدخل واحد ويخرج يضرب في يديه بجوج ويتحسر على الفرصة اللي ضاعت ليه. حتى وصلت النوبة ليها، ربطت العود ودخلت، وبكل احترام وثقة حيات السلطان والحاشية ديالو، ووقفت بين يدين الحاكم. السلطان شاف فيها وعقد حجبانه وهو مستغرب، حيت هي أول مرة تقدم طامعة في هذا المنصب اللي ما يقدرش يدفر به اللي كان. تبسم بمكر وقال لها شحال عمرك؟ قالت له الله أعلم مولاي، العمار الله وحده اللي داري بيها. كيف ما خافيش عليكم مولاي ما نقولوش شحال عمرك، حيت حد ما عارف شحال عمره في الدنيا. شاف فيها مزيان وقال لها واش نقولو؟ قالت له نقولوها مولاي شحال في عمرك. تبسم وطلب منها تقرب وتجلس قبالته، وسولها على أصلها وفصلها واش جابها لبلادو. حكات له قصتها مع باها وعمها من أولها لتاليها. السلطان ضحك بصوت مسموع وبرم شواربه وقال لها انتي اختاريتي تقدمي لهذا الرهان، وإذا فعلا جاوبتي على حجايتي غادي تفوزي بهذا المنصب وتصبحي من العيان. وسولها وقال لها برايك باش يكون كيقمقم الماء وهو كيغلي تحت الحطب الزاند. فكرت شوية وقالت له هادي سهلة ماهلة مولاي، الماء منين كيبدا يغلى كيقول العود اللي سقيتو كواني والجدع اللي بردتو شواني. تحلو عينين السلطان وتبسم وهو معجب بذكائها وفطنتها، وقلدها منصب الوزير بلا تردد وبلا تأخير، وولات ما بين ليلة ونهار من العيان. وبعد مدة ومن استقرت مزيان ورصت أمورها بدأت تفكر في باها وخواتاتها، وبدا وحشهم يطير عليها النعاس. عليها بعتت مرسول من جنود السلطان لباها يخبروه الخبر السعيد باللي بنته ولات وزيرة في بلاد كبيرة. الجنود من رجعوا لبلادهم جابوا معاهم البو والخواتات على كفوف الراحة معزين مكرمين. مريشة كانت موجدة لهم دار كبيرة ورا قصر السلطان اللي عاشوا فيها عيشة الرضا والرخاء. أما العم الحاج دحمان مول اللسان القارح بقى بوحدو لا خو لا صاحب. وواحد النهار وهو جالس في حانوته وهو يرقب عليه ولدو الهادي، حالته ما هي حالة وشعره مشعكك، لا لباس كي الناس لا سلعة لا فلوس. الحاج دحمان قال له فين هو العود وفين هي السلعة؟ قال له ما جبت معايا والو، لكن أبا تعلمت كيفاش نقلي الشفنج بلا ما يشرب الزيت. ومشات ليام وجات ليام، والحاج دحمان كيحاول يتقرب من خوه الحاج عزوز، وكل مرة يكتب ويرسل في الرسايل مع المراسيل لخوه عزوز كيخطب فيهم وحدة من بناته الواحد من ولادو. لكن البنات كانوا كلهم على كلمة واحدة لا، هي لا. حتى الواحد النهار رفد الحاج دحمان هدية كبيرة البلاد اللي فيها خوه الحاج عزوز، بحالة بغا يفرد راسو زعما. استقبلوه الخدم وبداو يعاونوه ينزل الحمل اللي جاي متقل به. الخادم مشات تجري وخبرات الحاج عزوز وقالت له سيدي أسيدي خوك جاي يزوركم وراه في باحة الدار ومعاه شلة هدايا. الحاج عزوز جاي تجارة وهو كيضحك وكيقول مع راسو هدايا كاع
عمرها كانت هادي، غير شافوا الحاج دحمان نقز عليه يسلم ويعنق ويقول له: توحشتك اخويا توحشتك، خليتي عليا الدنيا خاوية، فين هما البنات؟ راني توحشتهم. وفين هي لالا الوزيرة مريشة؟ عزوز ما قدرش يحبس الضحكة وقال له: لالا الوزيرة مريشة هي جاية. وخاطرو كيقول: سبحان مبدل الأحوال، الله يرضي عليك يا بنيتي يا مريشة، واهما الكتاف تقادو، واللي ما عنده سيدو عنده لله. وكانت هذه هي حكاية هذا المثل الشعبي. ايوا الله تكون عجبتكم، واذا كملتوها خليولي شي مرة تفرحني. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم: ومشات حكايتي من واد لواد، يحكيها الجداد للصبيان والحفاد، وبقيت انا مع الناس الجواد. ايوا السلام عليكم.